يا صباح الفل، صباح الروقان. مفيش احلى من فطار الصبح مع كوباية شاي بلبن وشوية قراقيش، خصوصا لو عاملاها بمقادير مظبوطة. وكمان هقولك ازاي التسوية معاكي تطلع مظبوطة. شايفين القراقيش طالعة معانا قمر ازاي؟ تسويتها تحفة. نسقيها كده مع الشاي بلبن او مع النسكافيه او مع الشاي بس، زي ما بتحبي تشربي الصبح. بيكون طعمها خطير وبيكون فطار خفيف. تعالوا مع بعض نشوف القراقيش القمر دي عملناها ازاي، ونبدأ ونقول بسم الله. اول حاجة معانا معلقة كبيرة من الخميرة، عليها معلقة كبيرة من السكر، وهحط عليهم ربع كوباية مية، وهندوبهم كويس قوي مع بعض لحد الخميرة ما تدوب معانا، وهسيبها دقيقتين كده تتخمر. معايا هنا كيلو من الدقيق، دقيق مخبوزات. طبعا لازم يكون منخول كويس قوي. هضيف عليه رشة من الملح، معلقتين كبار من السكر، ومعلقتين كبار من السمسم، وهقلب كل ده كده مع بعض لحد كله ما يتخلط معايا. كده خلطتهم كويس قوي. هنزل عليهم بكوباية من السمنة، وعليها زيت، يعني كوباية سمنة على زيت. ممكن نستخدم زيت بس، كوباية زيت. وهقلب كل ده مع بعض. بس طبعا السمنة بتدي طعم كويس قوي معانا. وكده الخميرة اتخمرت معانا، هضيفها كده للعجين وهبتدي اعجن كويس قوي. انا لسه هنا ما ضفتش اي سوائل. هبتدي الم العجينة كده مع بعض بالمكونات اللي ضفناها عليها، وهبتدي انزل بالمية تدريجي. معايا هنا كوباية من المية. ضفت اول كوباية من المية وهقول لكم بالظبط كيلو دقيق خد معايا قد ايه مية. انا ضفت اول كوباية وهبتدي اعجن، لان طبعا الدقيق بيختلف في كمية السوائل. ضفت اول كوباية كده مية وهعجنها، والعجينة لسه محتاجة معايا مية. ضفت معايا كمان نص كوباية، يعني العجينة اخدت معايا كوباية ونص بالظبط من المية. محتاجتش غير كده. هبتدي اعجن فيها لحد العجينة ما تلم معايا. طبعا عجينة القرقيش ما بتكونش طرية، بتكون زي ما انتوا شايفين كده ماسكة شوية. كده خلاص العجينة عجنتها كويس قوي. هسيبها ترتاح وتخمر. كده العجينة بختبرها خلاص كده اتخمرت معايا. هبتدي بقى انزل كده العجينة على الرخامة عشان ابدأ اشتغل فيها. عجينة كده بقت خمرت تمام ومظبوطة. انا هقسم العجينة معايا لقطعتين علشان تبقى سهلة معايا في الفرد. لو المساحة عندكم واسعة ممكن تفردوها او تسيبوها زي ما هي كده، تفردوها مرة واحدة. بس انا قسمتها معايا قطعتين علشان على قد الرخامة عندي. وهبتدي افرد قطعة قطعة. هفرد اول قطعة كده، ممكن تفردي بايديكي او بالنشابة. هفردها كده كويس بالنشابة. هفردها لحد ما تتفرد معايا تقريبا بسمك 1 سنتي. كده خلاص فردتها معايا. هبتدي بقى اقطعها بالقطاعة كده. هحاول اقطعها قطع متساوية او بالسكينة عادي لو ما عندكيش القطاعة دي. هقطعها كده الاول بالطول، وهرجع تاني اقطعها كده بالعرض. هحاول على قد ما اقدر تكون قطع متساوية، صوابع كده زي ما انتوا شايفين. وخلاص كده قطعتها. هبتدي ارصها معايا في الصينية. ده السمك اللي انا عايزاه للعجينة زي ما انتوا شايفين كده، لانها لسه كمان هتتخمر معايا تاني. ورصيتهم كده في الصينية بالشكل ده. الكيلو الدقيق عمل معايا كمية كبيرة جدا، عمل معايا الكمية دي كلها. هسيبها تتخمر واحطها في الفرن، يعني تبدأ تضاعف حجمها تقريبا. احطها في الفرن على الرف الوسط على درجة حرارة 200،
وهنا بعد ما طلعت معايا شايفين بقت قمر. والصينيه التالتة دي اتنسفت اول ما طلعت من الفرن. شايفين طالعه معايا قمر ازاي، حلوه جدا. طبعا لازم نفطر بيها وهي لسه سخنه كده. عملت معاها شاي بلبن اساسي مع القراقيش بالنسبه ليا. شايفين القراقيش معايا تحفه، جربوها بجد هيعجبكم. واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم.